السلام عليكم. اليوم رح نحكي على موضوع مهم دار ضجة في الجزائر في السنوات الأخيرة. اتفاقية سيداو CEDAW، جميع أشكال التمييز ضد المرأة. يمكن سمعت بيها في الجرائد أو في مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تتساءل وش معناها سيداو؟ وعلاش كاين ناس معها وناس ضدها؟ أولاً، شنو هي سيداو؟ هي اتفاقية دولية صدرت سنة 1997 من طرف الأمم المتحدة. الهدف منها حسب ما يقولون هو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات: الزواج، العمل، التعليم، المشاركة السياسية، وحتى القوانين الأسرية. الدولة اللي تصادق عليها تلتزم بمراجعة قوانينها باش تتماشى مع مبادئ الاتفاقية. لكن وين المشكل؟ المشكل يبدأ كي نعرفوا باللي هذه الاتفاقية ماشي مجرد كلام عام، بل فيها مواد حساسة بالزاف، كما المادة 16 اللي تطالب بالمساواة المطلقة بين الزوج والزوجة في الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال. المادة اللي ترفض أي تمييز مبني على الدين أو العادات أو التقاليد. يعني باختصار، أي قانون يعتمد على الشريعة الإسلامية أو العرف المحلي ممكن يتعارض معها. وهنا يبان الجدل الكبير. في الجزائر صادقت على اتفاقية سيداو سنة 99، بصح ما صادقتش عليها بشكل كامل. داروا تحفظات على بعض المواد اللي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، خصوصا المادة الثانية والمادة السادسة عشرة. لكن في 2009 الجزائر رفعت بعض التحفظات، وهذا اللي زاد النقاش. كاين اللي يقول بلي هذا مكسب للمرأة الجزائرية، وكاين اللي يقول بلي هذا مكسب للمرأة الجزائرية يشوف بلي هذه خطوة خطيرة تمس بالهوية والدين. المؤيدون يقولون سيداو تعطي للمرأة حقوقها كاملة. الجزائر لازم تساير التطورات العالمية باش تضمن العدالة الاجتماعية، بالزاف نساء يتعرضن للتمييز في العمل، الميراث والطلاق، والاتفاقية راح تحميهم. أما المعارضون يردوا سيداو تخالف الشريعة الإسلامية في مسائل واضحة كيما الميراث. هذه وسيلة لفرض قيم غربية غريبة على مجتمعنا. إذا طبقناها حرفياً راح نضرب منظومة الأسرة الجزائرية في الصميم. وهنا يجي السؤال الكبير: هل سيداو خطر على الهوية الجزائرية أم فرصة لتحقيق العدالة والمساواة؟ الحقيقة اللي لازم نفهموها: الجزائر كما بالزاف الدول الإسلامية حاولت تلعب على التوازن. صادقت على الاتفاقية باش ما تبانش متخلفة في المجتمع الدولي، لكن في نفس الوقت حطت تحفظات باش ما تمسش بالشريعة الإسلامية. وهذا التناقض هو اللي يخلي النقاش متواصل حتى اليوم. اليوم النقاش على سيداو ما بقاش قانوني فقط، ولا دبلوماسي فقط، ولا نقاش مجتمعي. في الجامعات، في مواقع التواصل، في الصحافة، كاين اللي يشوفها مؤامرة، وكاين اللي يشوفها إنقاذ للمرأة. لكن الأكيد إذا حابين نناقشوا الموضوع بجدية لازم ما نكونوش مجرد متابعين سلبيين. لازم نقرأوا مواد الاتفاقية بأنفسنا، نفهموا وين تتعارض مع الشريعة، وين ممكن تفيد المجتمع، ونطرح أسئلة: كيفاش نضمن حقوق المرأة الجزائرية الحقيقية؟ وش الحدود بين المساواة والعدالة؟ هل نقدر نطور قوانيننا من غير ما ننسلخ من ديننا وثقافتنا؟ الخلاصة: اتفاقية سيداو موضوع معقد، فيه السياسة، فيه الدين، فيه الحقوق، وفيه صراع الهوية. الجزائر لحد اليوم ما زالت تعيش وسط هذا التوازن الهش، كيفاش ترضي الداخل والخارج في نفس الوقت. السؤال اللي نطرحه عليكم أنتم: هل أنتم مع سيداو أو ضدها؟ وهل فعلا ممكن نطبقها بلا ما نمسوا بالشريعة الإسلامية؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وخلي النقاش يكون رائي، لأن هذا موضوع يهم كل عائلة جزائرية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموه باللايك والاشتراك في القناة باش يوصل لأكبر عدد ممكن، لأن النقاش هذا لازم يوصل لكل جزائري.